السلام عليكم. فيديو جديد مع اخوك ابو يوسف الاهلاوي، وحابب اشكر كل واحد مشترك مع اخوه ابو يوسف الاهلاوي في القناه، واتمنى لو انت اول مره بتشوف اخوك ابو يوسف الاهلاوي ادي لنفسك فرصه وصلي على النبي كده وانزل واشترك مع اخوك في القناه، عشان صوتنا مش هيعلى الا بربنا وبيكم يا احسن ناس. اقسم بالله تدي لواحد امل في الدنيا. انتوا اهم اخبار النادي الاهلي وكل انديه مصر مع ابو يوسف ويوسف. ايه يا جو، هنبدا بايه؟ مهيب بقى بيقول لك زيزو مطلوب في ليفربول. مهيب عبد الهادي. مهيب عبد الهادي يا جماعه مش لاقي اخبار يصيط نفسه بيها، فقال لك اضرب خبر جمهور الزمالك هيحبه وجمهور الزمالك هيفرح بيه. قال لك ايه؟ ليفربول عارض على زيزو عرض اللي هو يروح ليفربول. بيضحك عليكم يا جمهور الزمالك، بيضحك. مهيب عبد الهادي بيضحك عليكم يمين الله، ما تصدقوش الكلام ده كلام وهم. زيزو مش هيلعب الا في الزمالك على مسؤوليه ابو يوسف الاهلاوي اهو، ويوم ما هيمشي من الزمالك ملوش الا السعوديه بس، فقط لا غير. مش هيروح الا السعوديه. ده لو فكر الزمالك يسيبه، ونادي الزمالك محتاج زيزو. نادي الزمالك محتاج زيزو، وزيزو مرتاح في نادي الزمالك. بلاش يا عم وهي بتضرب الشغل ده. جمهور الزمالك مش صغير للدرجه ديت. جمهور الزمالك مش صغير من ابو يوسف الاهلاوي اهو. ايه يا جو؟ شادي محمد ارفض انضمام فتوح بسبب المبادئ. شادي محمد اللي هو كابتن النادي الاهلي صح كده؟ بص يا كابتن شادي من ابو يوسف الاهلاوي، احنا ايه؟ اهلاويه زي بعض. بس اللي انا عايز اوصله لك، احنا كده بندي فرصه هقول ايه بس؟ بندي فرصه اللي يسوى اللي ما يسواش يتكلم. احنا ولا جبنا فتوح لسه، ولا النادي الاهلي اعلن فتوح يجي. وكل واحد دلوقتي بعد احترامي لكم كلكم طالعين تقولوا القيم والمبادئ فتوح ما يجيش النادي الاهلي. هو عمل ايه فتوح؟ هو انت ظبطت فتوح مع حد؟ شفت فتوح بينزل من شقه ولا من عماره ولا من اي مكان رحت شفته فيه، ولا من كباريه؟ ايه يا جماعه ده؟ يا كابتن شادي عيب. يا كابتن شادي فتوح ده لعيب منتخب مصر. يعني عارفين يعني ايه لعيب منتخب مصر؟ يعني فتوح ده لو فيه لعيبه ما كانش منتخب مصر اللي هو احسن حاجه في مصر جابوا المنتخب. لا احنا كده بنهد. يا كابتن شادي بعد احترامي لك، الكلام لازم يكون طالع بعقل وبنيه صافيه. بعقل وبنيه صافيه. ايه يا جو؟ عندنا بقى الاهلي بيدرس عرض على انبي ان هم يضم صلاح محسن وناخد ابو الفتوح. قصدي ناخد احمد امين اوفا ده انا قلت فرود منتخب مصر القادم. وبشكر النادي الاهلي اللي هو داخل في الصفقه. النادي الاهلي يا جماعه عايز الصفقه دي باي طريقه، والنادي الاهلي عرض عليهم صلاح محسن وندفع فرق، وصلاح محسن يمشي من عندنا بقى وناخد اوفا ده اوفا ده فرود. اوفا ده فرود يبقى اقسم بالله يهد اي مدافع في مصر وبره مصر وفي افريقيا كمان. اتمنى النادي الاهلي يخلص صفقه. ويا مسؤولين انبي بقى، انتوا عايزين ايه من النادي الاهلي؟ حتى مصطفى شلبي السنه اللي فاتت عقدتونا وطلبتوا 20 مليون ولا 25، فاكرين؟ اما طلبتوا عجلين النادي الاهلي يذبحهم لكم ويفرقوا لكم. اللي طلعت قلت لكم نادي انبي مصمم برضه بيعاند في النادي الاهلي. بيعاند في النادي الاهلي، والنادي الاهلي محدش بيعانده. وان شاء الله هو في النادي الاهلي على مسؤوليه ابو يوسف الاهلاوي اهو. اوفا فرود مصر والنادي الاهلي. ايه يا يوسف؟ عندنا بقى جاهزية السولية واكرم. احسن خبر للاهلاويه كلها عوده السوليه. اقسم بالله عوده السوليه امبارح، ولعب الماتش الودي اللي الكره المحترم عمله بين اللعيبه. يمين الله عوده السوليه دي يا جماعه تتفرجوا عليها عامله ازاي في نص الملعب. هيخلي كله يتغل. هتخلي اللي مريح ما يريحش. هتخلي اللاعب بيلعب بتناكه مش هيلعب بتناكه، عشان السوليه الكابتن. السوليه قائد في نص الملعب، والنادي الاهلي محتاجه الفتره دي بالذات عشان نقوم. السوليه من ابو يوسف الاهلاوي وانت واكرم مع هاني مع معلول مع الفرقه كلها بامر الله بدون مقاطعه. هنعوض اللي فاتنا. هنعوض اللي فاتنا بمين؟ بربنا وبيكوا. كله بقى يصلي على النبي كده من قلبه ويدي لايك لاخوه. ما تبخلش على اخوك باللايك. ولو انت اول مره انزل اشترك مع اخوك يا عم، مش هيخس حاجه يمين الله. ايه يا يوسف؟ عندنا بقى غياب حبيبك روح قلبك
حبيبي مين؟ يبقى طاهر. طاهر. انت عارف مين اللي انا بحبه في الاهلي؟ اسعد ده بعد السوليه طبعا. كويس قوي اللي طاهر محمد طاهر غايب. كويس قوي اللي طاهر مصاب. يمين الله ده فرحه لكل اهلاوي. طاهر محمد طاهر ده اصلا ما بيفيدش نادي الاهلي بحاجه. بيلعب ولا كأنه بيلعب، ينزل ولا كأنه بينزل، يعني مصلحه يا عم يوسف. مصلحة. والله العظيم مصلحه يا عم. خليه مصاب شويه يا عبال موديس. كمل يا عم، كمل يا يوسف. عندنا بقى اخبار بره الاهلي، غياب وليد الكارتي عن ماتش مازيمبي. كل يوم لعيب بيتصاب من بيراميدز. ما النية وحشه، النية سودة. البيراميدز ده، بيراميدز ده اصلا نيته مش سالكه. والله العظيم ايه نيات. بس وليد الكارتي لعيب كبير. انا نفسي ينضم الاهلي. يجي الاهلي؟ لا احنا عندنا برضك لعيبه كبيره. ماشي بس لا بس برضك غيابه هيأثر مع بيراميدز. ومين تاني اللي مصاب؟ مصطفى فتحي. يعني وليد الكارتي ومصطفى فتحي يغيبوا عن مباراه مين؟ بيراميدز. مازيمبي، صح كده؟ يوم الجمعه ان شاء الله من ابوسي في الهلاوه اهو. مازيمبي هيكسب بيراميدز. مازيمبي هنا لا مازيمبي هتشوف. مازيمبي هيكسب بيراميدز هنا يا جماعه. اللي انا بقول لكم اهو، واتمنى اللي هو يكسب بيراميدز. انا مش هضحك عليك من كل قلبي. كمل يا جو. عندنا بقى خبر مضحك. ايه بقى؟ فاركو وبيراميدز. فاركو وبيراميدز بينافسوا على ضم محمد صبحي. الله، بتاع الزمالك؟ اللي بتاع المراهنات. ايوه. فاركو وبيراميدز بينافسوا على مين؟ بتاع المراهنات. لا سيبك من المراهنات والكلام ده. على اخ محمد صبحي حارس مرمى الزمالك اللي مشي مع فتوح في المعسكر. عارفين يا جماعه اللعيبه دي كانت بتمشي المعسكر ليه؟ عشان في نادي الزمالك كلهم كانوا بيمشوا، وعلى راسهم شيكابالا. اقسم بالله على راسهم شيكابالا كانوا بيسيبوا كلهم معسكرات وبيمشوا. متعودين يعني، ما كانوش رايحين يعملوا حاجه يعني. فاهم دماغكم؟ ما حدش دماغه تروح لبعيد. اللعيبه كلها دي محترمه، والنادي الزمالك هيخسر اللعيبه ديت، هيخسرهم. وانا بقول لك اهو، محمد صبحي ده لو مشي هيروح فاركو. انا اللي بقول لكم اهو، ابن ابوسي في الاهلاوي اهو، هيروح فاركو عشان فاركو عايز حارس مرمى. وهو كان بيلعب في فاركو السنه اللي فاتت، صح ولا لا؟ ومحمد صبحي دوت هو اخره في صراحه ربنا، هو اخره فاركو. بعد احترام الفاركو على دماغي وكل مسؤولين فاركو. اتمنى بقى اللي كلنا نساند النادي الاهلي. وعندنا برضو النهارده كان اخر تمرين امبارح، وهيرجعوا يوم الخميس اللعيبه. بكره بقى التمرين النهارده اجازه. النهارده الحمد لله اجازه. انا عايز اعرف المدرب قال ايه بتاع الفريق اللي احنا هنلعبه ده، اسمه ايه؟ بيقول لك مدرب ميداما ده اللي هو مش هنخسر في مصر. مش هنخسر في مصر. وانا بقول لك ابوسي في الاهلاوي يعني مش هيخسر في مصر بس. انا بقول لك اهو ابوسي في الاهلاوي بيقول لك يوم السبت جاي ولا مش جاي؟ ده خميس وجمعه وهنتقابل يوم السبت. انت هتخسر 4-0 مع الرأفة. طالما انت طلعت وتحديد النادي الاهلي كده هي خلاص. لا ده هبت منه كمان. ورئيس النادي كمان بيقول لك الفتره اللي جايه كلها بتاعتنا احنا. وسعت منه على اخر. هيصعد ما يصعد يا عم، واحنا ما تصعدش. بس احنا هنكيفك يوم السبت. مش هنكيفك انت بس، هنكيف كل واحد حط في دماغه اللي النادي الاهلي لقمه طريه. وان شاء الله بدون مقاطعه يوم السبت رد ابوسي في الاهلاوي ورد النادي الاهلي هيبقى في الملعب. يا بتاعنا يا ما انت، وبامر الله هي 4 مفيش غيرها وبالزياده. واتمنى من كل واحد بيشوف ابوسي في الاهلاوي ويوسف الاهلاوي يدي اللايك لاجل حباك محمد، مش حد تاني. سلام عليكم.